صورة من أرشيف بنك مصر. في الحقيقة الصورة دي فيها مشكلتين كبار قوي. أول حاجة، الترتيب بتاع الناس في الصورة مش سليم. هو المندوب البريطاني بيرسي لورين موجود في وسط الصورة، على شماله طلعت حرب، وبجانب وعلى يمين طلعت حرب يوجد فؤاد سلطان. لكن هم هنا يعني ايه، في التعليق بتاع البنك نفسه كاتبينه غلط واحنا بنصححه لهم. لكن كمان بيقولوا حاجة غريبة قوي، بيقولوا ان مناسبة الصورة دي اثناء زيارته لبنك مصر سنة 32، وعن يمينه مدحت يكن وعن يساره فؤاد سلطان، وقد هنأهم بتأسيس البنك وتمنى لهم التوفيق. اولا هم ما كانوش عارفين ان طلعت حرب في الصورة، مع انه واضح قوي وباين. دي اول حاجة. تاني حاجة، ليه هيروح سنة 32 يهنيهم؟ اكيد هم مش عارفين مناسبة الصورة وما بذلوش مجهود في الموضوع، لان هو البنك اتأسس سنة 20. ليه هيروح بعديها ب 12 سنة ويهنيهم؟ اكيد في حاجة في الموضوع ده غامضة يعني على البنك نفسه، لان هو ده التعليق بتاعه. يا ريت لو يبذلوا شوية مجهود. كان معكم المؤرخ احمد كمالي.